أعلن برشلونة تقديم استئناف ضد حصول لاعبيه لويس سواريز وسيرخيو بوسكيتس على بطاقة ملونة خلال مباراة الفريق الكتالوني ضد أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. وقال برشلونة في بيان رسمي إنه سيتقدم باستئناف ضد قرارات حكم المباراة بطرده لويس سواريز في الدقائق الأخيرة بالبطاقة الصفراء الثانية، حيث اعتبر البارسا هذا الطرد غير عادل لأن سواريز كان في احتكاك طبيعي على الكرة مع لاعبي أتلتيكو مدريد. كما اعترض النادي الكتالوني على منح بوسكيتس بطاقة صفراء، معتبرا إخراجه للكرة طبيعيا نظرا لوجود خلاف داخل الملعب مع الحكم. أكد برشلونة أن لاعبه الأرجنتيني خافير ماتشيرانو يعاني من إصابة على مستوى عضلة الفخذ اليسرى. النادي الكتالوني لم يحدد في بيانه الرسمي مدة غيابه، مكتفيا بتوضيح أن عودة ماتشيرانو إلى الملاعب سترتبط بمدى جاهزيته في الفترة المقبلة، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن ماتشيرانو ربما يغيب عن الملاعب لأسبوعين.